علمت مصادرنا من مصادر قريبة من عائلة الدرهم أن الحكم بالسجن النافذ لمدة 2 على مدلعه نزل على عائلة الدرهم كالسا عقتاء. وكشفت مصادرنا أن حمزة الدرهم الملقب بولد لفوشوش أصيب بانهيار تام بعد علمه بمدة العقوبة التي سيقضيها داخل أسوار سجن الزاكي بسلام. وأسر حمزة الدرهم لمقربيه أنه ندم على ما بدر منه من سلوك ولم يكن حينها في وعيه تام قائلا أنا ندمت بزاف ويمكنتش عارف هادشي غايق عليا. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط أدانت اليوم الاثنين حمزة الدرهم المعروف إعلاميا بولد لشوش ب2 سجنا نافذا بتهمة السكر العلني والتزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار مع دفعه غرامة مالية حدت في حوالي 20,000 درهم. السلام عليكم، ودعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق.